أهلا بيكم. أنا محمد رضوان. في مقولة أمريكية شهيرة كده في العقارات بتتكلم يعني عن إيه أحسن وقت تشتري فيه عقار. فالمقولة بتقول لك إن أحسن وقت تشتري فيه عقار كان من 5 سنين. معناه إيه الكلام ده؟ معناه إن أنت تشتري عقار النهاردة وتستنى عليه 5 سنين قبل ما تفكر تبيعه. طب ليه أنا بقول الجملة دي النهاردة؟ لأن ده ليه علاقة بالفيديو الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، وهي المضاربات. احنا في مجال شغلنا بنقابل نوع كده من العملاء، وانا شخصيا بيكلمني ناس كتير. بيكون هو اشترى وحدة في مشروع ما وعايز يعمل لها إعادة بيع، وبيكون هو يعني اتعاقد على الوحدة دي ما عداش سنة على التعاقد وعايز يبيعها دلوقتي بمكسب. وللأسف في منهم كمان ناس بيكونوا متعثرين في الأقساط ومش عارف يكمل. يقول لك أنا هبيعها حتى لو من غير مكسب خالص، هو عايز بس يرجع الفلوس اللي دفعها ويخرج من العقد ده بأي طريقة. وده برضه سؤال بنشوفه بيتردد كتير على السوشيال ميديا. ناس بتسأل ايه افضل مشروع اشتري فيه النهارده واعمل اعادة بيع بعد 6 شهور واطلع كسبان مبلغ 50 او 60%. وانا الحقيقة لما بشوف سؤال زي ده بيجي في بالي كده موقف كوميدي لعادل امام، كانت الف فيلم بخيت وعديلة. لما كانوا حاضرين حفلة كلها رجال اعمال واتنين وراه بيتكلموا، فواحد بيقول له انا في فاكس واحد امبارح عملت 75 مليون دولار. فراح لعديلة وقال لها عايزين نجيب فاكس. فبتقول له ايه الفاكس ده؟ قال لها بيجيب 75 مليون دولار. هو ده بالظبط اللي حاصل في مصر في موضوع المضاربات اللي الناس عايزة تدخل فيها وهم مش فاهمين فيها اي حاجة. فخلينا نتكلم في فيديو النهاردة عن الموضوع ده، موضوع المضاربات. هل ليه مزايا؟ هل ليه عيوب؟ ولو انا عايز ادخل فيه هل هو مناسب ليا ولا لا؟ خليك متابع معايا لاخر الفيديو. طيب خلينا الأول نقول إيه اللي خلى الناس تفكر في الطريقة دي في الاستثمار، موضوع المضاربات ده، طريقة المضاربات. الحقيقة هي الأسباب كتير، لكن أهمها إن في مطورين فعلا أنت ممكن تشتري عنده النهاردة وتبيع بعد 6 شهور وتكسب حوالي 50 أو 60%. ده حصل مع ناس كتير عند بعض المطورين. لكن هل ده معناه إنه بيحصل مع كل المطورين ومع أي حد وفي أي وقت؟ طبعا لا. ده بيحصل مع مطورين كبار بس، وبرضه ليه شروط معينة. بس لما حصل ابتدت الناس تسمع، وابتدى كمان مسوقين عقاريين وسيلز من المطورين نفسهم يقولوا للناس الكلام ده ويقترحوا على الناس ان هم يخشوا في الخطط دي. ودي بصراحة ده اكبر غلط. مش المفروض اي مسوق عقاري عنده ضمير انه يقترح على العميل حاجة زي دي او يخش في خطة بالشكل ده، لان دي حاجة محتاجة امكانيات ذهنيه وخبرات متراكمه في السوق العقاري. فدلوقتي المسوق العقاري يقول لك انت هتشتري في المشروع ده، خطه الدفع بتاعته على 7 سنين، هتدفع 10% دلوقتي وال90% الباقيين هيبقى على 7 سنين، يعني في السنه حوالي 13%. فانت هتدفع نص ال 13% دي على 6 شهور، يعني حوالي 6 او 7% مع ال 10%، يعني هتدفع 17%. 17% دول نفترض ان الوحده قيمتها 10 مليون جنيه، يعني هتدفع مليون 700. بعد 6 شهور هتبيعها، هيجي لك مكسب كام؟ من 15 ل 20% من قيمه الوحده، يعني 2 مليون جنيه. 2 مليون جنيه مكسب. طب انت دافع كام؟ دافع مليون 700. يا ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده! دافع مليون 700 وهيطلع لي 2 مليون. طبعا انت هتقول لنفسك يا سيدي لو هكسب 50% حلوين انا مبسوط. لو هيجي لي مكسب، لو هيطلع لي 700 او 800 الف، 50% مكسب الحمد لله انا موافق. فطبعا الموضوع مغري ومغري جدا. لكن اللي ما بيتقالكش بقى هي التفاصيل اللي احنا هنتكلم فيها دي. اولا، هل حضرتك جربت الموضوع ده قبل كده؟ طبعا لا. هل حضرتك تعرف مين المطور؟ لا معرفش. طب هل عندك فكرة عن المشروع؟ لا. طب هل قريت العقود وعارف الشروط بتاعة المطور؟ لا. طب هل حضرتك عارف ايه اللي بيحصل في السوق في موضوع البيع اللي بعد 6 شهور ده؟ هو طبعا ما اسموش بيع، هو اسمه خروج من العقد. فهل حضرتك عارف شروطه؟ هل قريت العقد وعارف الشروط بتاعة المطور، شروط الخروج؟ لا معرفش. طب هل عارف بعد 6 شهور زي ما انت مقرر كده بعد 6 شهور هل انت لوحدك؟ طبعا لا. طب عندك فكرة في كام واحد غيرك اشتروا بالغرض ده وناويين يبيعوا زيك كده بعد 6 شهور؟ لا برضو معرفش. اذا انت ما تعرفش اي حاجة، انت مجرد انك سمعت فعايز تجري تحط فلوسك. ازاي تعمل كده؟ الاستثمار العقاري ده مش سهم في بورصة
هشتري النهارده وابيع بكره. ده استثمار طويل الاجل. ولو الخطط دي بتنجح فعلا، زي ما قلت، هي ساعات بتنجح مع بعض الناس، لكنها بتنجح مع ناس فاهمه، وحد بيكون عنده حاجه مهمه جدا مش موجوده عند حضرتك. ايه هي دي؟ عنده حاجه اسمها افق استثماري، يعني عنده عباءه ماليه، عنده فلوس زياده يقدر يستثمر بيها، عنده سيوله حوالي 30 40 مليون، دول مش عارف يعمل بيهم ايه، فبيحط مليون. والله لو ما حصلش بيع ادي مكمل في الاقساط، ما حصلش بيع خالص مكمل في الاقساط للاخر، ما عندوش اي مشكله. انما اللي انت بقى عايز تعمله ايه؟ حضرتك معكش اصلا غير المقدم دلوقتي، والاقساط دي هتدفعها بالعافيه، هتكون حوشتها او جبتها بطريقه ما، هتدفع لك قسطين ثلاثه، وهو ده كل اللي معاك، معكش ولا مليم زياده، ما تقدرش تدفع اكتر من كده. فازاي انت هتدخل في حاجه زي دي؟ طب هل انت عارف انك لو تعثرت القسط اللي جاي هتروح عليك الوحده، وهترجع لك فلوسك بنفس الطريقه اللي انت دفعتها على الدفعتين او الثلاثه، وكمان هترجع مخصوم منها من 10 ل 15% من قيمه الوحده. وكمان ممكن يكون شرط عند المطور ان هو مش هيرجع لك فلوسك غير لما يلاقي مشتري. يلاقي مشتري دي بقى انت ما تعرفهاش، ممكن يلاقي مشتري بكره وما يقولكش انا لقيت مشتري، ممكن يسيبك 6 شهور كمان مثلا على ما يقول لك انا لقيت مشتري، فانت هتستنى 6 شهور او 9 شهور كمان على ما تاخد فلوسك. يعني فلوسك هترجع لك على سنه وبخساره. فانت ابعد عن اللعبه دي، مالكش دعوه بيها. الموضوع لو كان بالسهوله دي ما كانت الناس كلها دخلت فيه، اي حد معاه المليون والاتنين مليون كان دخل في الاستثمار ده، ما كانش حد هيبقى فقير لو الموضوع بالسهوله دي. فانت اسال نفسك، لو الموضوع سهل كده ليه مش كل الناس بتعمله؟ اشمعنى انت بس اللي عايز تروح تحط فلوسك؟ لانك طماع، بس طماع وعايز مكسب سريع وسهل الاتنين. عايز تستثمر في العقارات، تستثمر استثمار طبيعي. معكش الامكانيات الماديه، يبقى خليك في حالك، حط فلوسك في اي حاجه تانية، ابعد عن العقارات. وانا قلتها قبل كده، معاك تدفع الاقساط للاخر تدخل في الديل ده، معكش يبقى ما تدخلش. هو انت يعني متخيل ان انت لما هتعرض عقارك النهارده هيتباع بكره؟ انت محتاج على الاقل، ده اذا لقيت مشتري، محتاج 6 شهور كمان على ما تلاقي مشتري. فانت محتاج سنه هتدفع اقساط، ده لو لقيت مشتري وبعتها. فانت ابعد عن اللعبه دي، مش بتاعتك. لانك برضو متخيل ان اي عقار هتشتريه هتبيعه بمكسب. ما انت ممكن تشتري عقار سيء، موقعه سيء، حتى لو في مشروع كبير وناجح، هتبقى الاولويه دايما للي اشترى حاجات مميزه، اللي عارف بيشتري ايه ويعرف يبيعها بسرعه. انما انت ما تعرفش انت اشتريت ايه، انت اللي اختار لك المسوق العقاري اللي اقترح عليك الخطه دي، او المطور. وطبعا اي حاجه المطور هيقول لك عليها تبقى هي دي احسن حاجه في الدنيا. فبلاش تدخل نفسك في حاجه انت مش فاهمها. طيب اللي انا عايز اقوله بقى، هل ده ليه ضرر بس على الافراد؟ لا، الحقيقه ده ضرر على المجتمع كله، ده ضرر على السوق العقاري وعلى الاقتصاد القومي اساسا. اللي انت بتعمله ده، انت بتتسبب في انك بترفع اسعار العقارات بدون مبرر. لان دلوقتي المطور بيرفع اسعاره، بيلاقي عليه طلب عالي، وده طلب مش حقيقي. دي مش ناس عايزه تسكن او ناس عايزه تستثمر على المدى الطويل، لا دي ناس مضاربين. فالمطور بيلاقي عليه طلب فبيرفع اسعاره ويعمل المشروع اللي بعده بسعر اعلى، وهكذا، ويفضل في الدوره دي. وكل المطورين كذلك، عندنا بيع سريع، عندنا بيع سريع، ومشاريعنا بتخلص. وهو نفسه يفاجئ ان خلال سنه نص الناس دي عايزه تخرج، ودي من اهم اسباب الفقاعات العقاريه، وانا كنت اتكلمت في الموضوع ده. وطبعا في مشاكل جانبيه كتير، انما انت بتتسبب في انك بتاذي نفسك. اللي عايز بقى يشتري ويسكن ما بيعرفش يشتري، فبيعمل ايه؟ فبيروح للايجار، فالايجارات تعلى، وبالتالي الاسعار هي كمان تعلى بتاعه البيع وبتاعه اعاده البيع، كله بيأثر على اللي بعده. فانت بتلاقي انك بتتسبب في كل المشاكل دي بسبب الممارسات السيئه اللي انت بتعملها. وعندنا تجربه حيه في دبي قبل الازمه بتاعه 2008، ان دي كانت من اهم الاسباب اللي ادت للفقاعه الكبيره اللي حصلت في دبي. ولذلك الدوله عملت ايه؟ بقت بتجبر المطورين ان هم يحطوا في العقود شرط 40%، لازم تكون دافع 40% علشان تخرج من العقد وتدخل حد مكانك. وده حامي السوق جدا، ومن الحاجات المحترمه والكويسه جدا اللي اتعملت في دبي. واتمنى ان كل المطورين في مصر او الدوله تجبر المطورين ان هم يحطوا الشرط ده، علشان ما يبقاش المضاربين دول موجودين اللي بيتسببوا في المشاكل اللي انا قلت عليها دي، والاطراف كلها تطلع خسرانه. لان برضو خلي بالك المطور كمان بيخسر مهما كان. لان انا لو عندي مثلا في المشروع نسبه 20% مضاربين، وجم بعد 6 شهور حصلت لهم المشاكل دي، مش عارفين يكملوا الاقساط وتعثروا،
فانا مطالب ان انا ارجع للناس دي فلوسها، وخروجهم الكتير ده برضو بيتسبب لنا في مشكله، ممكن ياثر على سمعتي. الناس تخاف تشتري الحاجه اللي الناس دي بتبيعها، لان طبعا اول سؤال انت بتبيع ليه، فده ممكن يسبب شك عند الناس ان المشروع ده فيه مشكله. وكمان المبالغ اللي المطور بيطلعها دي بتاثر على شغله وعلى مواعيد الاستلام بتاعته، كله بيأثر على بعضه. المشكله ان العقار كلها دوره مرتبطه ببعض، واساسها العميل اولا. فزي ما قلت الموضوع مش بيأثر على الناس بس، ده بيأثر على السوق العقاري وبيأثر على الاقتصاد كله. وانا اتمنى ان الدولة او الحكومة تجبر المطورين يعملوا شرط ال40، او كمان يا ريت يكون 50%، نصعبها على قد ما نقدر، علشان اللي يدخل الاستثمار العقاري ده يكون فعلا قده، او يكون راجل بيشتري علشان يسكن. وكمان يا ريت الناس تبطل تصدق الكلام ده. وانت كمان يا مسوق يا عقاري، بلاش تقترح على عميل خطة بالشكل ده، ده ما ينفعش يكون مقترح، دي حاجة هو اللي يجي يطلبها، هو اللي يتحملها. انت ما شفتهاش وما عدتش عليك قبل كده، انت ممكن تكون شفت واحد ولا اتنين نجحت معاه العملية، فمتخيل ان ده هينجح مع كل الناس. وانت كمان يا مستثمر او يا مشتري، انت مش معنى انك شفت جار او صاحب او حد نجحت معاه العمليه فبتتخيل ان ده يسري على اي حاجه. معاك فلوس، شوف ناس تعرفهم واشتركوا مع بعض واعملوا مشروع تنفعوا بيه الناس وتنفعوا بيه الدوله وشباب تشتغل فيه. انما اللي انت بتعمله ده ولا هو مفيد ليك ولا للدوله ولا مفيد لاي حد خالص، كله طلع خسران. وفي الاخر طبعا بفكرك لو محتاج مني اي استشاره او اي مساعده تقدر تكلمني في اي وقت. كان معاكم محمد رضوان، واشوفكم الفيديو الجاي.